في رمضان 2021 كان العرض الأول لمسلسل نسل الأغراب بطولة الفنان الكبير أحمد السقا والنجم الكبير أمير كرارة. طوال أحداث المسلسل كانت غريبة، ومن أغرب الأحداث اللي حصلت في المسلسل أول ما موت أحمد مالك، لما أمير كرارة حضن أحمد مالك لحد ما توفى. ناس كتيرة سألت هل ممكن الواقعة دي تحصل، حد يحضن حد أو حد يبرك على حد فيموته؟ الواقعة دي بالظبط تفاصيلها وكواليسها حصلت سنة 2020 وتحديدا مايو 2020. حصلت فين؟ حصلت في منطقة 6 أكتوبر في مدينة الجيزة، لما اتنين من الأشخاص كان بينهم علاقة صداقة مع بعض. شخص منهم المتهم المجني عليه تنمر على المتهم وشتمه وأهانه قدام الناس، فالمجني عليه قرر إن هو يخلص عليه. بيقول في تحقيقات النيابة إن المجني عليه شتمني قدام الناس الصبح وأنا قررت إن أنا أخلص عليه، وبالفعل مسكت سكينة وقررت إن أنا أروح له بالليل علشان أخلص عليه. خبطت على الباب، وأول ما فتح لي كسرت الباب عليه ورحت بارك عليه عشان أنا كان جسمي جامد، فأنا قررت إن أنا أبرك عليه علشان أشل حركته وما يعرفش يتحرك من تحتي وأعرف أخلص عليه. بعد ما شل حركته وبرك عليه زي ما بيقول في نص تحقيقات النيابة، قال بدأت أطعنه بسلاح أبيض في جنبه وفي بطنه لحد ما اتأكدت إن هو مات. بيقول في تحقيقات النيابة لما اتأكدت إن هو مات قررت إن أنا أهرب من مسرح الجريمة، لكن الأجهزة الأمنية ألقت القبض علي. بدأت النيابة العامة تحقق، لكن الغريب سبب الوفاة. النيابة العامة لما قررت إن هي تشرح جثة المجني عليه وطلبت إن هي تستمع لأقوال الطبيبة الشرعية اللي شرحت جثة المجني عليه، كانت المفاجأة إن الوفاة ما كانتش بسبب السلاح الأبيض اللي دمر جثمان المجني عليه، لكن الطبيبة الشرعية قالت إن الواقعة أو الوفاة حصلت بسبب اسفكسيا البرك. البرك إن هو المجني عليه المتهم برك على المجني عليه لحد ما تأكد إن هو مات. الشرع بتقول في تقريرها إن المتهم برك على المجني عليه فما كانش قادر ياخد نفس ولا يتنفس، الرئة احتاجت لهواء، بدأ المخ يطلب الهواء ده، ما كانش فيه أي وسيلة لأن فيه هواء يدخل لجسم المجني عليه وتوفى على الفور. النيابة العامة وقتها قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ومع تداول القضية قدام المحكمة وتحديدا محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية أصدرت حكمها على المتهم بالسجن لمدة 15 سنة أشغال